حسيت قبل كده احساس الحلم اللي بيبقى جوه الحلم اللي بتحلمه وانت نايم؟ في فيلم انسبشن ليوناردو كان عنده مهارة نادرة جدا اسمها اكستراكشن او استخراج، بيقدر من خلالها يدخل في حلم شخص ويسرق اسراره من عقله الباطن. وعشان ده يحصل محتاج يدخل في حلم جوه حلم جوه حلم، وكل حلم ليه الزمن والواقع بتاعه. وكل ما بينزل اعمق في الحلم كل ما الزمن بيبقى ابطأ ويدخل في حالة الليمبو، وهي حالة لا نهائية من اللاوعي، كأنك اتحبست جوه حلمك ومش عارف تخرج منه. وخليني اصدمك، الظاهرة او الحالة دي موجودة بالفعل واسمها فولس اويكينج او الصحوة الكذابة. عقلك فيها بيخدعك ويخليك تحلم انك صحيت ولكنك في الحقيقة لسه نايم. والعملية دي ممكن تحصل كذا مرة ورا بعض، بمعنى انك تحلم انك صحيت في الحلم اللي انت بتحلمه اصلا وانت نايم. ومش كده وبس، في حالة تانية اسمها لوسيد دريمينج او الحلم الواعي، بتبقى عارف فيها انك بتحلم وبتبدأ تتحكم في القصة زي ما انت عايز، تغير اماكن وتبني بيوت وتكسر قوانين وتعمل كل اللي نفسك فيه، بالظبط زي ما ديكابريو كان بيقلب المدن جوه دماغه في الفيلم. واعتقد الحالة دي بالذات كتير مننا دخل فيها. فتفتكر ده السبب اللي بيخلينا نحس اننا عشنا احداث ما حصلتش اصلا؟ مش عارف. اهلا بيك في انتروبيا.